في هذه الحلقة سأقدم لكم 3 أدلة تؤكد أن الأخ رشيد هو ملحد ولا ديني وليس مسيحي. النقاش الذي قام به الأخ رشيد مع كرم حلوم ترك انطباعا سيئا لدى الكثير من المسيحيين بسبب إجاباته الضعيفة وعدم اهتمامه أصلا بالغوص في أسئلة محاوره، حيث ظهر عدم اهتمام غريب جدا. خرج بعض المسيحيين يقولون له: أنت بارع في الإسلام فبلاش تحاور في المسيحيات، والبعض اتهمه بأنه ملحد متخفي، ولذلك هو كان منعدم الرغبة في التعامل مع أسئلة مستضيفيه. في هذه الحلقة باختصار شديد سأقدم لكم 3 أدلة من وجهة نظري تؤكد أن التهمة التي يتهم فيها رشيد بأنه ملحد هي وجهة نظر محترمة. الدليل الأول: يقول الأخ رشيد بأن الذي جذبه للمسيحية هو شخصية المسيح وليس العقيدة والإيمان. أنا درست الإنجيل، ما جذبتنيش العقائد، ما جذبتنيش فكرة إن الله أب وابن وروح قدس، مش ده اللي جذبني، بالعكس أحيانا بيخليك ما عندك مشكلة تفسرها إزاي. ما جذبتنيش عقيدة إنه ابن الله، ده مش كان هو الهاجس، بالعكس أحيانا بيخلق عندك أسئلة أكتر ما بيجذبك، صح ولا لا؟ طب إيه اللي جذبك؟ جذبني شخص الإعجاب بشخصية يسوع أو بأخلاقه لا يستلزم منطقيا اعتناق المسيحية، لأن المسلمون أيضا يجلون عيسى عليه السلام ويعتبرونه من أعظم الأنبياء. والانتقال إلى المسيحية يتطلب قبول عقائد أساسية مثل ألوهية المسيح والثالوث والصلب والفداء، وهي قضايا مستقلة عن مجرد الإعجاب بشخصية يسوع. الدليل الثاني هو أنه يقول لا يهمه أن تكون القصص الموجودة في الإنجيل قد حصلت على أرض الواقع أم لم تحصل. هي رمزية، أنا أقول لا يهمني حرفية أم رمزية، أنا يهمني العبرة. أنا أقول لا يهمني أنا أعمل investigation. فبالنسبة له الأهم هو الحصول على العبرة من القصة، وهذه الفكرة هي بصراحة مرعبة، لأنها تفرغ المسيحية من الحقيقة المطلقة وتنقلها إلى الخرافة. وهذا يعني أيضا أن رشيد لا يؤمن بأن قصص الإنجيل قد وقعت على أرض الواقع حقيقة، وبالتالي كل ما يرتبط بيسوع هي قصص رمزية. وإيمانك بأن لها فوائد لا يجعل الإنسان يربط مصيره الأخروي بها. الدليل الثالث الذي يؤكد أن ارتباط الأخ رشيد بالمسيحية هو مجرد ارتباط ظاهري لمصالح شخصية مادية فقط، هو أنه أحيانا ينتقد أشياء في الإسلام هي موجودة بالمسيحية مسبقا. اهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب اهجروهن واضربوهن ليه؟ يعني الآن في أخصائيين بيروح عندهم الزوج والزوج يعلموهم دروس كيف يحلوا مشاكلهم دون اللجوء إلى العنف. الحاجات اللي ما تخجلش منها، الحاجات دي بقى ما فيهاش خجل، لازم تبقى واضح جدا فيها. ايه هي؟ والمبالغة في تأديب البنين وضرب العبد الشرير حتى تدمي جنبه، ففي حزم وجدية. والختم على المرأة الشريرة أليق بها، والختم على المرأة الشريرة أليق بها علشان ما تزدادش في الشر، لأن ده هو المناسب ليها. المرأة الشريرة اللي هي مثلا البخيلة اللي صوتها عالي، المرأة الحرة الشريرة أو الناشز دي تحبسها أو تختمها على قفاها عادي، وهذا أليق بها، ده اللي يليق بيها لأنها شريرة. اللي هي مين؟ مجرد بس لو بخيلة أو صوتها عالي. المرأة الشريرة اللي هي مثلا البخيلة اللي صوتها عالي، حط لها حدود. وده مش تفسيري أنا جايب أهو التفسير المسيحي زي ما سمعتم، وده مش هو التفسير الوحيد. هنفتح كمان تفسير القمص أنطونيوس فكري للنص، بيقول احبسها. يقول: والختم على المرأة الشريرة المسرفة فلا تترك لها حرية التصرف، أو الثرثارة فامنعها من الخروج. ولحد الآن يرفض المناظرة في مواضيع مشتركة بين المسيحية والإسلام، مثل المرأة بين الإسلام والمسيحية، وكذا العنف بين الإسلام والمسيحية، ثم كذلك تحريف الكتاب المقدس بين الإسلام والمسيحية، ثم كذلك يرفض المناظرة في الثالوث وما إلى ذلك. وهذه المواضيع يرفض المناظرة فيها لأنه هو بنفسه يرفضها وغير مقتنع ولا يؤمن بها، ولن يجد إجابات يدافع بها عن نفسه فيها.